السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة حيرة الفترة دي بعد تثبيت الفدرالي الأمريكي لسعر الفايدة. يا ترى ده هيأثر ازاي عالميا؟ وبالنسبة للمحلي متوقع نشوف مستويات عند كام؟ وهل الوقت الحالي ده وقت مناسب للشراء ولا لأ؟ ولو أنا معايا ذهب أبيع ولا استنى؟ ركز معايا علشان النهاردة هنتكلم عن أهم النقط اللي قالها جيروم باول في الاجتماع بتاعه. ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. ركز معايا عشان حلقة النهاردة محتاجة فهم أكتر منها استماع. البنك الفدرالي الأمريكي ثبت الفايدة عند 5.25%، ولكن كان أهم من التثبيت هو كلمة جيروم باول نفسه عن الخطة المستقبلية للفدرالي الأمريكي في الاجتماعات اللي جاية. وقبل ما اتكلم عن اللي حصل في التثبيت هقول لحضرتك سؤال مهم جدا شاغل الكل. ليه يوم الثلاث 13/6 بعد بيان معدلات التضخم المفروض انه كان طلع سلبي للدولار وايجابي للذهب؟ شفنا الذهب والدولار هما الاتنين بينخفضوا. هقول لك ليه. حضرتك عارف ان العلاقة ما بين الدولار والذهب علاقة عكسية، هما الاتنين عكس بعض، لكن شفنا المرة دي الاتنين نزلوا مع بعض، مفيش واحد اترفع والتاني انخفض. الدولار معروف ان هو انخفض ليه؟ لان البيان معدلات التضخم طلع سلبي للدولار وايجابي للذهب، فده في مصلحة الذهب. اما ليه الذهب نزل؟ الذهب انخفض علشان كل الناس كانت متوقعة ان الفدرالي الامريكي هيثبت الاجتماع ده ولكن هيرفع بعد كده، يعني احنا هنشوف رفع تاني، فكان السوق حذر جدا، وكان علشان المتوقع انه هيثبت وبعد كده هيرفع شفنا الذهب انخفض. طيب بالنسبة لتثبيت الفايدة لازم حضرتك تكون فاهم ان السبب الرئيسي اللي خلى الفدرالي يثبت الاجتماع ده حاجة واحدة، ان معدلات التضخم في امريكا بدأت تقل. في شهر ابريل كان عامل 4.9%، اما في شهر مايو بقى عامل 4%، وده كان اعلى من المتوقع. ولكن قرار تثبيت الفايدة ده هو ايجابي للذهب ولكن بشكل مؤقت. يعني ايه؟ يعني حضرتك مش هتشوف انخفاضات حادة في السعر العالمي، مش هتشوف 1700 دولار و1800 دولار، لا، هنشوف الاسعار الفترة دي بتتذبذب. يعني ايه؟ ممكن تشوف 1960 1980 يوصل ل 2000 يرجع تاني ينزل ل 1960 1970. هو هيفضل يلعب في النطاق ده لحد ما نشوف الاجتماع اللي جاي اللي هو هيبقى 26 يوليو القادم. وبالمرة لازم حضرتك تكون عارف مواعيد اجتماع الفدرالي القادمة، يوم 19 و20 سبتمبر اللي هو شهر 9، ويوم 31 و1 نوفمبر، ويوم 12 و13 ديسمبر. دي مواعيد الاجتماعات اللي فاضلة بخلاف اجتماع 26/7. طيب الخلاصة عشان اقول لك الاخر، اولا الفدرالي هيرفع الفايدة مرتين في عام 2023. تاني حاجة الفدرالي مش هيخفض السنة دي خالص، دي انساها. تالت حاجة في اعضاء كتير من الفدرالي مؤيدة ان لسه نكمل في وتيرة رفع الفايدة. رابع حاجة ودي مهمة، ان قيمة الدولار مش هتقل. الفدرالي بيحافظ على الذهب وبيحافظ على الدولار. الدولار كده كده اكبر عملة اقتصادية على مستوى العالم، ودي بتعتبر ملاذ آمن للدول الناشئة ومن ضمنها مصر. أما الذهب، أمريكا أكبر دولة بتحتوي على احتياطي من الذهب ب 8133 طن ذهب، علشان كده بيحافظ على الاتنين. تعال بقى نتكلم محليا. الوضع محليا غير العالمي. الوضع في مصر ليه استثناءات طبعا عشان عندنا شح دولاري وعدم استقرار في أسعار الصرف. الدنيا عندنا غير العالمي، عشان كده دايما بقول ما نركزش مع العالمي ونسيب المحلي. طبعا انا معاك ان الوضع هينزل لانخفاض باستثناء فترة العيد لانها هتبقى موسم وهتشوف ارتفاع في الذهب. طيب بعد العيد وبعد موسم الحج الذهب هينزل لمنحنى انخفاض لحد برضو ما يتم تعويم او يتم توفر سيولة دولارية في البنك. هتبدأ تشوف في مصر استقرار وانخفاض، غير كده لا. وهقول لحضرتك حاجة خلي بالك منها وحط تحتها مليون خط. طول ما مسموح ان يخش ذهب من بره ولمدة 6 شهور، طول ما المدة دي موجودة الذهب في مصر مش هتشوف له ارتفاع، الذهب هتشوف له هدوء، هتشوف له استقرار وهتشوف له انخفاض. وطبعا بعد التعويم خليك متفق ان الذهب برضه هيكمل انخفاض الا حالات استثنائية، ودي ممكن نتكلم عنها في الفيديوهات اللي جاية مع الوقت. ولكن دخول الذهب من بره وبعد موسم العيد والحج هتشوف انخفاضات في اسعار الذهب. طيب نيجي بقى للسؤال المهم، ده وقت شراء
ولا لأ؟ طيب أي حد بيتابعنا من بره مصر وهيشتري على السعر العالمي، حضرتك هتجزأ الشراء على السعر العالمي. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك لأن الأسعار دي دلوقتي هتفضل شوية ثابتة، بس بتنزل وبتطلع، لكن مش هتنزل لمستويات 1800 وتنزل لتحت. ممكن نشوف المستوى في الانخفاض الحاد في العالمي في اجتماع شهر 7 اللي جاي، لأن لو الفيدرالي وقتها رفع وهو قال إنه هيرفع مرتين، فكده كده لو رفع في شهر 7 العالمي برضو هيقل. عشان كده بنقول جزأ لو بتشتري من العالمي. طيب محليا لو حضرتك معاك مبلغ كبير وهتشتري بيه، ما تشتريش بيه مرة واحدة، هنجزأ برضو الشراء على 3 مرات أو 4 مرات، وخلي فيه متوسط 75 و100 جنيه. يعني لو هتشتري دلوقتي اصبر لحد ما ينزل 100 جنيه لأنه هينزل. طيب أنا النهاردة لو معايا مبلغ صغير، لو معاك مبلغ صغير وهتشتري بيه، لا ننتظر شوية عشان تقدر تجيب عدد جرامات، لأن مش تقدر تعمل إن حضرتك متوسط. طيب لو معايا ذهب وعايز أبيع، لو مش محتاج الفلوس للضرورة القصوى وعايز تطلع من الذهب وهتخش له تاني عشان ترجع تشتري، لا اصبر شوية. واوعى اوعى اوعى تفرط في الذهب اللي معاك. مش كل ما يعرف يقال، ولكن احنا هنا عندنا هيبقى في ارتفاعات في المحلي ملناش علاقة بالعالمي، لان احنا عندنا ازمة اقتصادية ومشكلة في سعر الصرف. حتى لو اتحلت هتتحل بشكل مؤقت. دي نصيحة لوجه الله. الذهب احسن من الورق. الذهب لو ولعت فيه في الاول وفي الاخر هو ذهب، انما الورق اذا كان ملون ولا اذا كان الجنيه ولعت فيه هيتحرق. ركز. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري، مش بلزم بيها اي حد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد عنده استفسار او تعليق سيبولي في الكومنتات وهرد عليك. واي حد عايز اذا كان هيشتري ذهب يقول لي هيشتري وهيفضل معاه الذهب لمدة قد ايه وبعد كده يحتاج فلوسه، وهرد عليك. سلام.